الأهلي يستكمل مشواره الأفريقي بتعادل سلبي أمام شباب بلوزداد بعد إيقاف دام ل 50 يوم، وهي المباراة الرسمية الأولى للنادي الأهلي في 2024 بأداء باهت وأداء سيء ظهر بيه النادي الأهلي. خلونا نبدأ. دخل النادي الأهلي المباراة بتشكيلة أنت تشوفها للوهلة الأولى أو لأول مرة كده هي تشكيلة كويسة، يعني حته 3 في نص الملعب اكرم توفيق ومروان عطيه وامام عاشور هي كتشكيله لا نص ملعب موزون ونص ملعب محترم. الكلام ده بس كده للوهله الاولى او لشكل التشكيل على الورق، انما لما تشوف الاداء في نص الملعب لا ادوار دفاعيه شايفينها ولا ادوار نص الملعب شايفينها، باستثناء امام عاشور هو اللاعب الوحيد اللي كان قادر يتحكم في رتم النادي الاهلي، وكان هو الوحيد اللي بيقدر يمسك كرة في نص الملعب وهو الوحيد اللي عنده الجرأه انه يزيد بالكرة لقدام. غير كده ما شفتش. هنتكلم على كل نقطة في المباراة. خلونا نبدأ بتشكيل المباراة. بدأ النادي الأهلي في حراسة المرمى مصطفى شوبير، 4 في خط الظهر معلول وعبد المنعم وياسر إبراهيم، تاني نجوم المباراة مع مصطفى شوبير ومحمد هاني اللي كان مفتوح شارع ناحية محمد هاني. لا المدير الفني قادر يسد حاجة زي كده، ولا اللعيبة واخدة بالها من حاجة زي كده، ولا أدوار نص الملعب واخدة بالها من حاجة زي كده. في لاعب اسمه محمد بالخير ده واخد فاتح شارع باسمه هناك ناحية محمد هاني، هنجيله بس نكمل التشكيل. في نص الملعب اكرم توفيق وامام عاشور ومروان عطيه، ومثلث الرعب بالنسبه لي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وانطوني موديست. ما تلومش موديست على حاجه، انطوني موديست الراجل ده ما تلوموش على حاجه، الراجل ده لو وصل له كوره او 2 وهو ضيع او استهتر او ما شفتش منه الفينش المطلوب لانهاء الهجمه ساعتها تتكلم، غير كده ما تلومش الراجل ده على اي حاجه. الراجل ده حرفيا ما وصلوش ولا كوره النهارده انطوني موديست. لما تيجي تبص على الاحصائيات ان النادي الاهلي كبير افريقيا ولا تسديده اون تارجت على المرمى، انت متخيل؟ ولا تسديده اون تارجت على المرمى. انت بادئ المباراه انت يعتبر في الشوط الاول الاداء كان افضل ليك انت كنادي اهلي، لان انت مسيطر شويه على نص الملعب، اللعب كان منحصر في منطقه نص الملعب، ما تقدرش تقول ان انت كنت ماسك كوره او شباب بلوزداد ماسك كوره، رغم ان شباب بلوزداد هددك اكتر من مره في الشوط الاول. اول تهديد كان في الدقيقه 5 تسديده حظك حلو لحسن الحظ، لعب بسوء انهاء بيشوط الكوره بره الملعب، بعدين فرصه لبلوزداد في الدقيقه 18 تسديده ولكن فوق العارضه، تيجي بعدها بدقيقه على طول فرصه لطاهر. هو انت استلمت مستني ايه؟ مستني حد يناديلك من بره يقول لك شوط؟ بترقص ليه؟ ما انت وشك للجول، انت بسن رجلك خلاص، انت راحت في البعيده، كل سنه وانت طيب. تيجي فرصه اللي بعدها لحسين الشحات اتلعبت له كوره طوليه حلوه قوي واستلمها احلى، ولكن سوء الانهاء برضه عند لعيبه الاهلي ومسيطر علينا للاسف. تيجي فرصه لبلوزداد في الدقيقه 28 ولكن عبد المنعم بيحط رجله بيقدر يخلص الكوره بطريقه. هل شايف محمد هاني كابتن من كباتن النادي الاهلي؟ طب هل شايف هو الاقدر في ظل ما انت عندك كذا لاعب تقدر توظفه في المكان ده؟ لا. الغريب في الموضوع ده ان محمد هاني دلوقتي 28 سنه وما عندوش فكره انه ازاي يرفع كروس. جات له كوره في اخر المباراه، انت متخيل لاعب في النادي الاهلي وكابتن من كباتن النادي الاهلي 28 سنه مش عارف يرفع كروس في اخر المباراه؟ والكلام على انه هيجددوا له لسه 2 3 تاني، والله اعلم ممكن يبقى 4 سنين. فانا مش فاهم اللعيبه اللي بتتفرض علينا بالعافيه. لما تبص على لاعب زي محمد بالخير، لاعب سنه 22 سنه واخد محمد هاني رايح جاي، حته التغطيه او ان انت المسانده الدفاعيه عند طاهر محمد طاهر انا ما شفتهاش. انت شفتها؟ انا ما شفتهاش. طب حته المسانده عند لعيب نص الملعب اي لاعب سواء مروان او اكرم انه يميل على محمد هاني يغطي الكارثه اللي محمد هاني فيها دي، يا عيني هو فعلا لعيب هو دفاعيا ضعيف وهجوميا اضعف. هو محمد هاني كده، محمد هاني مش هيتطور. وفكك بقى من انه في كاس العالم بيبقى باداء وفي ماتشات افريقيا والدوري باداء، انا ماليش دعوه بكاس العالم. فما تقوليش محمد هاني يكمل في الاهلي بالاداء والمستوى السريع اللي احنا كلنا شايفينه. نيجي بقى اللعيبه فورمتها بعيده قوي، واحد زي حسين الشحات واحد زي اكرم توفيق. ايه سبب ان انت يعني انا مش فاهم يعني حسين الشحات انت ليه بالسوء ده؟ ليه بالاداء السيء اللي ظهر لنا بيه ده؟ ليه؟ انا مش متفاهم ده. يعني انت تريح اللعيبه يجي يقول لك معلش اعذر اللعيبه اصل هي كانت مريحه ولسه راجعه من ايقاف وبتاع، طب جميل خلاص رايح، تدخل في المعمعه وتلعب لك اول 5 6 ماتشات تقول لك بص الاجهاد، مش الاجهاد هو ده السبب في سوء الاداء. ما انت هنا مجهد وهنا لسه ما دخلتش في الفورمه، امال هتدخل في الفورمه امتى؟ انا مش قادر افهم حاجه زي كده. اكرم توفيق بعيد جدا عن اكرم اللي احنا نعرفه. غالبا انت نسيت واجبات نص الملعب، رغم ان انت كنت بتعمل عليك وجريت كتير النهارده، بس بعيد اكرم توفيق عن المشاركه. نفتح القوس وضيف لاعب تاني مفروض عليك وهو طاهر محمد طاهر. يعني هو اللعيبه من اللعيبه اللي اتفرضت علينا في النادي الاهلي، طاهر ومحمد هاني اتفرضت عليك ان هي تبقى موجوده في ظل ما انت بتعاني، يعني انت فتره انت بتعاني فيها. خلاص ابتدي اشوف لعيبه ثانيه ابتدي امشي، انما طاهر محمد طاهر بقى له 4 سنين في النادي الاهلي، قدم ايه للنادي الاهلي؟ لا شيء. طاهر محمد طاهر انت المفروض جايبه عشان تعوض بيه لعيب كان عندك كويس اسمه رمضان صبحي،
والناتج اللي احنا شايفينه ده. هو تحط عينك على لاعب زي محمد بالخير 22 سنه وبالمستوى والاداء ده، تحاول ان انت تخلص في لاعب زي ده، انسى الكلام ده. هيطلع واحد يقول لي الاصابات ومش الاصابات، انت كان عندك اكتر من حل ان انت ما تلعبش طاهر محمد طاهر. كان عندك اكتر من حل. ابدا 4-2-3-1، احط قفشه صانع لعب يا عم، ابدا احط امام وينج، ايه المشكله؟ امام لعبها كتير وينج. ليه طاهر؟ ليه لاعب ما بيأديليش كوره؟ ليه لاعب ما عندوش، ليه لاعب ما عندوش اساسيات الكوره؟ لاعب يوم ما بيعمل كنترول صح بيبقى واقف في الاوفسايد، ويوم ما بيعرفش يستلم بيبقى راح بهجمه خطيره بيبقى ظابط الاوفسايد. بصراحه الله ينور عليه، هو ده كل اللي بيعمله طاهر. انما يقدم لنا كوره ما بيحصلش. تيجي بعدها تسديده لامام عاشور في الدقيقه 35 تصطدم في الدفاع، تسديده البلوزداد في الدقيقه 40 يتصدى لها شوبير وينتهي الشوط الاول على كده. يمكن النادي الاهلي عمل فرص وعمل ارقام في الشوط الاول، الشوط الثاني ما تحاولش تبص عليه. الشوط الثاني نجمه الاول مصطفى شوبير وياسر ابراهيم ما تحاولش تبص عليه، لان حرفيا النادي الاهلي ما راحش. يعني انت ما شفتش الجول شكله ايه او عامل ازاي في الشوط الثاني، رغم التغييرات في الدقيقه 75 دخل قفشه، دخل رضا سليم، دخل كريم فؤاد، ما غيرش اي حاجه من شكل المباراه. خرج طاهر واكرم وحسين الشحات، اسوأ ثلاث لعيبه. بلاش، مش عايز اضم اكرم لان اكرم فعلا بعيد عن الملعب، انما الشحات وطاهر رجليهم في الملعب باستمرار. ايه المبرر للاداء ده؟ مش شايف. الشوط الثاني كان ماشي ازاي؟ فرصه في الدقيقه 45 يتصدى لها شوبير، بعدها بدقيقه برضه فرصه في الدقيقه 46 بيتصدى لها شوبير، بعدها كره ثابته في القائم في الدقيقه 50 ولاجل الحظ كره بتطلع بره، بعدها بيتصدى شوبير في الدقيقه 69، بعدها رأسيه البوليسداد في الدقيقه 78 جنب القائم. اول فرصه رحنا بيها في الدقيقه 78 لكريم فؤاد، يعني قفشه على رادار حلو، طبعا مش هنحطها جول، الكلام ده مش بتاعنا، لا بنعرف نلعب بالرأسيات ولا بنعرف نستلم على الارض ولا مفيش الكلام ده. في فرصه البوليسداد ناحيه محمد هاني، الطبيعي ايه؟ طبيعي هيقطم يرقص ويقوم شايط وشوبير يتألق. تيجي اخر فرصه البوليسداد رأسيه فوق العارضه في الدقيقه 83 وقفل المباراه على كده. نقطه بسيطه حابب اختم بيها، ما تحطش الاصابات عائق قدام النادي الاهلي. لما تيجي تبص على تشكيل النادي الاهلي فهو من وجهه نظري تشكيل اساسي، وعندك اللعيبه الكافيه اللي تخليك تدخل اي ماتش انت مطمن، وعندك خيارات ما بين اللعيبه. لما تيجي تبص على تشكيل الاهلي، معلول اساسي، عبد المنعم اساسي، ياسر ابراهيم اساسي، محمد هاني اساسي، اكرم توفيق، مروان امام اساسي، الشحات، طاهر موديست اساسي، عندك على الدكه قفشه اساسي، عندك على الدكه كريم فؤاد اساسي، عندك على الدكه رضا سليم رجالك، عندك على الدكه عمرو السوليه. فاذا انت عندك مجموعه من اللعيبه اللي انت تقدر تغير بيها شكل المباراه للنادي الاهلي. ما حدش يضحك عليك وياخدك في حته الاصابات، عندنا اصابات عندنا اصابات، انما مش هتقدر تقول الاصابات المؤثره على النادي الاهلي او الاصابات اللي هي خلاص. يعني اصل بيرسي تاو ما كانش بيطلع نار من بقه، كان كل ماتش بيخلصوا لي 3-4 اهداف، يعني ما كانتش بتحصل. فمش عايزين حته نغمه الاصابات تبقى هي السيده في الموضوع، او تبقى هي المبرر للاداء السيء اللي ظاهر بيه النادي الاهلي. سلام.